السلام عليكم اصدقائي وخوتي والاحباب، مرحبا باللي انضم للقناه ديالي من جديد. نتمنى الكل يشارك ويتفاعل ويخلي لي اجمل التعاليق للتحفيز ديالي والتشجيع، وباش نحط اكثر واكثر الفيديوهات. كنشكر الاخوات اللي عمرهم ما بخلوا عليا بالكلمه الطيبه والتشجيع ديالهم في كل وقت مع انزال اي فيديو جديد. وطبعا الاخوات اللي كيجربوا الوصفات وطبقوها كنكون اكثر سعاده بالكلام اللي كنسمع الكلمات ديالهم الجميله والتحفيز ديالهم في اي وقت. ومباشره غادي ندوزو لهاد الحلوه اللي هي ماشي براوني ولكن كتشبه البراوني، فيها مكونات جد سهله وكتجي لذيذه في المذاق بالمكونات ديالها، وغير في الريحه ديالها ملي كتكون كطيب كتكون كتشهي. نتمنى هاد الحليوه هذه ديال هاد النهار نتمنى تعجبكم وتطبقوها لما لا مع في البيوت ديالكم مع الابناء ديالكم مع العائله. والصراحه كتوجد في ظرف قصير بزاف، يعني ما كتاخذش معكم واحد المجهود وواحد الوقت. ونتمنى هاد الحليوه ديال هاد النهار تعجبكم ونخليكم مع الفيديو. بالنسبه للمقادير ديال هاد الحلوه ما عندناش مقادير كثيره بزاف. اللي عنده الميزان يعبر بالميزان، واللي ما عندوش يستعمل المعلقه. عندي هنا 2 معالق ديال الكاكاو، وعندي هنا سنيده، 2 كيسان ديال الطحين، كاس ديال الكركاع، عندي هنا 200 غرام ديال الشكلاط كحل، وعندي 3 المعالق ديال الزبده ما يعادل 100 غرام. هذه الزبده اللي استعملت بالنسبه للاخوات اللي هنا. والشكلاط كناخذ هذا كيعجبني حيت كتكون فيه واحد النسبه ديال المروره، ما كيكونش حلو بزاف. عندي هنا 2 بيضات بحراره المطبخ، وطبيعه الحال الفاني والخماره ديال الحلوه. من طبيعه الحال البراوني ما كنديروش فيه الخميره، كنديروه بلا خماره ديال الحلوه. اللي بغى يدير البراوني اولا يستعمل البراوني وكيجي رقيق واحد شويش، ما كيجيش عالي بزاف. يعني هذه غير كشبيه للبراوني، يعني ماشي البراوني. ان شاء الله في المستقبل نحط معكم حلوه البراوني بالطريقه ديالها المضبوطه. غادي ندوب الشكلاط في حمام مائي، وملي غيدوب ان شاء الله غادي نزيد عليه الزبده. بالنسبه للزبده عندك 100 غرام تقريبا 2 المعالق كبار ديال الزبده. وغادي ندوز للمكونات الجافه. عندي هنا طحين، غادي نضيف 2 كيسان ديال الطحين تقريبا 200 غرام. بالنسبه اللي عنده الميزان يعبر، اللي ما عندوش يستعمل 2 كيسان ما عامرينش، يعني راه شفتوا القياس ديال الكاس. عندي هنا 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر، انا استعملت المر، تقدروا تستعملوا الحلو اللي بغيتو. عندي هنايا تقريبا درت 9 المعالق ديال سنيده ما يعادل 180 غرام. ودائما كنقول بان السكر اولا الحلاوه على حسب الذوق ديال الشخص، كاين اللي كيكثر الحلاوه وكاين اللي كينقص. غادي نضيف خنشه ديال الفاني من فئه 8 غرام. وعندي هاد الخماره هذه تقريبا هزيت منها غير النص حيت كبيره فيها 15 غرام، زيت تقريبا نص معلقه صغيره. غنحرك هاد المكونات كامله. وغادي ندوز نقطع اللوز، الكركاع عفوا. الا كان عندكم اللوز ضيفوا اللوز، يعني اللي عندكم موجود في الدار. مثلا كان كاوكاو مثلا، المهم اي حاجه من الفواكه الجافه غادي تجي مع هاد الحلوه، غتعطيها واحد المذاق زوين. صافي كنقطعو بهاد الطريقه، ماشي مهرمش رقيق، ولكن صحيح واحد شي شويش بحال اللي كنهرسو صافي.
باش ما كيجيش هكاك صحيح في الحلوى. غادي نستمر بهذه الطريقه وغادي نضيفو حتى هو على الخليط الجاف صافي. وغنحرك العناصر كامله ونحتفظ بها جانبا على ما يبرد لي الشوكولا. يعني دائما غنخدموا الشوكولات والزبده هما الاولى باش نخليوهم يبردوا على خاطرهم، ما ديروهمش في الثلاجه لان لا جمدوا غتولي عاوتاني تذوبوهم في حمام مرئي وغادي ياخذ لكم الوقت. يعني خدموا الشوكولات هو الاول وخليوه يبرد على ما تحضروا جميع المكونات، كيكون هو صافي راه خدا الحراره ديال المطبخ. كما قلت لكم كتضيفوا داك القطع ديال الزبده وكتبقاو كتذوبوه بطريقه سهله وكتحتفظوا به حتى كيبرد تماما. تقريبا الشكلاط صافي راه برد، يعني ما غاديش نزيد اكثر من هكا، لا زاد برد راه غادي يزيد يقصح حقاش فيه الزبده. والشكلاط هذا اللي كناخد انا دغيا كيجمد، شفتوا كيفاش ولا، يعني ما بقاش سائل. وغادي نضيف البيض بالتدريج. بالنسبه اللي بغى كميه اكثر غادي يضاعف العناصر. ونستمر بتحريك البيض مزيان حتى ينسجم مع الشكلاط والزبده بهالطريقه. يعني راه سهله، تقدروا ديروا في شي اناء كبر من هذا اللي درت انا فيه باش ما يتهرقش لكم السائل، ما تهرقش المكونات. غادي نزيد، تقدروا تزيدوا عندكم جوج. بالنسبه للملحه راني ما ضفتهاش في الاول، دابا عاد زدتها. عندكم جوج اختيارات، يا اما غادي تزيدوا العناصر الجافه بالتدريج على الشكلاط والبيض، يا اما غادي تزيدوا الشكلاط على العناصر الجافه، يعني لكم اختيار. بالنسبه الا قصحت لكم وبقيتوا كتجمعوها ولقيتوها بان العجين قصح لكم، كتجريوه شي شويش بكميه ديال الحليب، كتزيدوا واحد قطرات ديال الحليب باش العجين كيولي سائل بالطريقه اللي ماشي سائل كما كنعرفوا، وماشي قاصح بحال العجينه ديال ديال مثلا ديال الصابلي اولا ديال الكاطو العادي، وماشي سائل بزاف بحال العجينه اللي بحال مكونات ديال الكيكه، يعني كيجي ما بين وبين. غادي نوريكم الطريقه القوام كيفاش خصو يكون، ما كيكونش جاري ما كيكونش قاصح. المهم عاد تبقاو تجمعوا، الا قصحت لكم كتزيدوا قطرات ديال الحليب باش كتاخذوا القوام المضبوط ديال الحلوه. انا في هذه اللحظه فاش جمعتها لقيتها مازال قاصحه واحد شي شويش. انتما كما شفتها كما شفتوا فاش زدتها تقريبا واحد ماشي بزاف ديال الحليب، واحد 5 ديال المعالق ديال الحليب صافي. وكنبقى كندخل داك الحليب بهذه الطريقه حتى كتولي بهذا القوام هذا اللي غادي نوريكم. يعني ما تحتاجوش ليها لا باطور لا عجانه لا والو، يعني غير بالمعالقه اولا غير بشي سباتولا، يعني كتخدموا بهذه الطريقه هذه. هذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه، يعني ما كتكونش خفيفه ما كتكونش قاصحه. بالنسبه للمول اللي كتخدموا به، يعني اي مول عندكم غير هو ما يكونش بزاف كبير، على حقاش المكونات يعني دايره فيها غير 2 بيضات، يعني ماشي كميه كبيره. المول كيكون متوسط وكيكون تقريبا بحال هكا شكل ديال هكا ديال الطبسيل، باش كتجي ملي في التقطع كتجي مربعه وكتاخذ شكل زوين. غادي نسرح هاد الحلوه، شفتوا كيفاش كتجي، ما كتجيش خفيفه بحال الكيكه. صافي كنسرحها على باقي الطبسيل وكندخلها للفران. بالنسبه للفران كيكون بارد وكتشعلو غير من التحت تقريبا 160 حتى 170 درجه، غير من التحت بالنسبه للناس اللي عندهم الفران ديال الضو.
بالنسبه للناس اللي عندهم ديال الغاز كيقللوا العافيه بحال اللي كيطيبوا الكيكه، غير هو الفران كيكون بارد. كندخلوها كطيب تقريبا واحد 30 ديال الدقيقه. من بعد كنشموا الريحه ديالها، غير كنشموا الريحه ديالها كنعرفوها صافي راه بدات كطيب. صافي ملي كنشموا الريحه كنشعلو من الفوق باش كتحمر واحد شي شويش، غير شويش ماشي بزاف، وكنجبدوها وكنخليوها حتى كتبرد تماما. يعني اي كيكه اي حلوه خليوها حتى تبرد، عاد بداو تقطعوها بالطريقه اللي عجبتكم. الا كانت عندكم شي شبيكه هكا من الاحسن باش كتهوى حتى من التحت، ما كتجيش ما كتعجنش، حيت الا خليتوها فوق الكاغيط اولا فوق اولا ديروها فوق شي تويب باش كتهوى من التحت وكتنشف، ما كتجيش معجنه من التحت. صافي كنقطعها بالطريقه المربعه، يعني تقدروا تقطعوها باي طريقه بغيتو، يعني لكم الاختيار، يعني داكشي كيبقى اختياري. بالنسبه للتزيين خفيف بزاف، استعملت انا غير حبيبات ديال السكر كلاصي. تقدروا ديروا الشكلاط، تقدروا تحكوا عليها الشكلاط وتولي تدخلوها بديك الحراره ديال الفران، غير كيذوب عليها داك الشكلاط. تقدروا كاع تستغناو على الشكلاط لان راه في الداخل ديالها معجونه به. تقدروا ديروا غير هكا تزيين بسيط بزاف. الحلوه كتجي كتشهي. كنتمنى تعجبكم وتجربوها، وريحتها رائعه بالنسبه للناس عشاقين الشكلاط. كنشكركم على هاد التشجيعات كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ومكونات اخرى. مع السلامه.